لما بيجي لي اي كومنت سلبي انا مش بدخل اعلق ولا بقول اي حاجه، ويمكن دي اول مره انا ادخل اتكلم معاكم في موضوع زي ده. بس الكومنت اللي انا قريته ده بصراحه استوقفني، يعني حسيت ان انا لا مش قادره اعديه. وفعلا على فكره انا مسكت التليفون وراح اعمل له ديليت ومفيش اي مشكله، بس قريته كده كام مره حسيت عندي ايرور، حسيت هو في ايه، او ايه اللي احنا واصلين له ده، فانت فين مشكلتك؟ عندي كلمتين عايزه اقولهم، اتمنى تسمعوهم واكون حد خفيف قوي عليكم، واتمنى الرساله دي توصل للشخص اللي كتب لي الكومنت. عايزه اقول لك حاجه، بس قبل ما اقولها لك انا عايزه اقرا للناس الكومنت. اتمنى منكم محدش يغلط فيها يا جماعه، ومحدش يرد عليها باي شكل غير لائق. خلينا احنا احسن، احنا في ايام مفترجه اذا كان عندنا او عندكم، فالدنيا مش مستاهله الواحد يعني يغلط في ايام بركه زي دي. كاتبالي هي ايه بقى، بتظهر لي فيديوهاتك ومتابعاكي بقالي فتره، وشفتك من كام يوم واقفه في طابور التموين اللي كان واصل للشارع، كدبت عيني وقعدت اقول هي ولا لا، طلعتي انتي، كنت فاكراكي ارقى من كده بصراحه. جماعه معلش حد يفهمني يعني ايه، يعني انا مش فاهمه انا ضايقتك في ايه، يعني انا مش فاهمه انتي مشكلتك معايا ايه، مش عارفه افهم برضو فين مشكلتك في اني حد بيروح يجيب تموين بيته. ما اعتقدش يا جماعه ان دي حاجه تقلل من حد فينا، انا بس عايزه اقول لك ان في حاجات في الدنيا مهمه جدا ابويا وامي ربوني عليها، ما اعتقدش ان انا يوم ما هقدر ان انا اعمل حاجه اساعدهم بيها في السن الكبير ده ان انا هتاخر فيها، ومهما اتشهرت ومهما اتعرفت ده مش هياثر عليا ولا على حياتي في حاجه. انا ما اعرفش انت كنت منتظره مني ايه بصراحه علشان تحسيني راقيه. هل اوقف ابويا الراجل الكبير في الطابور اللي كان واصل اخر الشارع اللي كان مضايقك؟ اكيد منظر انك تشوفي راجل كبير او ست كبيره مش قادرين يقفوا في طابور اوحش بكتير من انك تشوفي حد عادي مشهور واقف في طابور بتجيب تموين. مش هدخل بيكم في تفاصيل خالص، انا بس عايزه اقول لها كلمتين. انا اهلي ربوني على الحنيه، على التقدير وعلى المراعاه. لما اشوف ابويا مش قادر يعمل حاجه انا بعملها مكانه، لما اشوف امي ليها سنين ما بتنزلش من البيت علشان ست مريضه تعبانه انا بعمل مكانها. انا مش محتاجه ابرر لك خالص ولا بقول لك الكلام ده علشان انا ابرر لك موقف، لا 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 بالعكس، انا بس بلفت نظرك لحاجات انت ممكن ما تبقيش عارفه انها موجوده في الدنيا بتاعتنا دي. ممكن تكوني فاكره برضو ان انا لما اقف في طابور واصل للشارع بس يكون لبراند مش للتموين دي حاجه كويسه وانا هبقى كده ناس راقيه. انا مش عارفه الحقيقه انت بتحكمي على رقي الناس بالنسبه لايه. مناسبه انت لفتي نظري لحاجه مهمه قوي انا اكتشفت ان انا مقصره فيها بقالي اسبوعين، ماما بتطلبها مني بصراحه لان بابا كان مرهق شويه، فانا بشكرك انك يعني خليتيني عايزه انجزها باسرع ما يمكن. لو اطول او اعرف مكانك هروح اخدك معايا تتفرجي عليها لايف بما ان المشاهد دي بتثير غضبك، لكن انا مش هحرمك من اللحظه دي عشان طبعا بنزل بدري، انت اكيد بتبقي مرتاحه ونايمه عشان عندك حاجات اهم وارقى من كده بكتير، فانا هاخدك معايا دلوقتي في الفيديو وهنروح نعمل مشوار صغير ونيجي. طبعا انا ما عرفتش اصور التفاصيل اللي هناك احتراما للناس اللي كانت واقفه عشان برده ما تستحقرهمش وتفكريهم مش راقيين، يعني منهم كانوا بيجيبوا عيش، فانا قلت لازم برده اصور لك المشهد كامل. لو اعرف مكانك او اعرف انت فين هاجي لحد عندك عشان بس ادوقك العيش السخن ده، ولكن في مشهد اهم انا عايزاكي تشوفيه، يمكن لعل وعسى يعني يغير شيء. ماما لك اسبوعين بتطلبي مني ايه؟ احلى حاجه العيش السخن ده، هتبدا شويه طعميه وفول وبطاطس، يلا 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 وباذنجان. طبعا انا بعد ما فطرت طعميه بقيت بالنسبه لك يعني ما ينفعش عيش، صح؟ ممكن اعزمك على الفطار يعني لو عندك وقت يسمح تنزلي لمستوانا وتيجي تفطري معانا، بنستناكي في اي وقت انت تحبيه علشان نعلمك ان في افكار وحاجات مهمه جدا في الدنيا اهم بكتير من ان انت تحكمي على شخص واقف في طابور تموين او عيش ان هو مش راقي، واحاسيس هتفرق لك جدا في حياتك قبل اي حد. ربنا يخليكي يا بنتي، يا رب يا رب يديكي يا حبيبتي ويرضيكي بكل ما تتمنيه. فاهمه حاجه؟ اكيد لا.